هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل. إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروا. استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروا. سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطر. مثل السماء إذ تمطر. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا. باب القلوب له افتحوا. باب القلوب له افتحوا. باب القلوب له افتحوا. يروى في التفسير أن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح وجاهد في سبيل الله أكثر من 1000 شهر أو 1000 شهر، ما يقارب أكثر من 80 عاما. فاستاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أعمار هذه الأمة بين 60 و70، وهم يريدون أن ينافسوا الناس كلهم في طاعة الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل آية تسليهم، أخبرهم فيها أن عبادة ليلة واحدة في السنة لهذه الأمة خير من 1000 شهر من العبادة في غيرها. أي ليلة هي؟ إنها ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة كاملة أنزلها الله عز وجل ليبين فضل تلك الليلة في السنة. اعتكف النبي العشر الأول من رمضان صلى الله عليه وآله وسلم، ثم اعتكف في السنة الثانية أوسط رمضان العشرة الثانية، ثم اعتكف العشرة الأخيرة. كل هذا يلتمس ماذا؟ يلتمس ليلة القدر. وأوحي إليه أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأعلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء ليخبر الناس بتحديدها أي ليلة. يقول فتلاحى فلان وفلان، تنازع اثنان، اختصم اثنان من الصحابة، يقول فرفعت، أخفيت على هذه الأمة. قد تكون لحكمة أرادها الله عز وجل أن تخفى تلك الليلة، فيجتهد الناس بالعشر كلها كما اجتهد النبي إلى أن توفاه الله. بل اعتكف النبي في المسجد واعتزل الناس وشد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وظل يتعبد الله من بداية العشر إلى صبيحة يوم العيد، إلى فجر يوم العيد، إلى ليلة يوم العيد. كل هذا لما؟ التماسا لليلة القدر. سميت ليلة القدر لعظم قدرها. إنها ليلة عظيمة الشأن، أنزل الله عز وجل فيها كلاما وكتابا عظيم القدر عن طريق ملك عظيم القدر إلى نبي عظيم القدر في ليلة سميت ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. عبادة في ليلة واحدة تفوق العبادة في 80 سنة وأكثر. تخيل، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله خلق الشهور وميز بعضها، وخلق الأيام وفضل بعضها، وخلق الساعات وكرم وشرف بعضها، وخلق الناس وميز وفضل بعضهم. خلق الله، الله عز وجل يختار ويصطفي من خلقه ما يشاء.
اختار هذه الليلة لتكون أعظم ليلة في السنة. بعض العلماء يقول أنها تنتقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع البواقي، التمسوها في الخمس البواقي، 5 بقين. وكان يوصي أصحابه بليالي الوتر 21 23 5 و7 و29. هذه الليالي الوتر إياك يا عبد الله أن تفوتها، فإن ضاعت عليك بعض الليالي لا تجعلها من الوتر، احرص على العشر كلها فإنك ستصيب ليلة القدر. من فضل تلك الليلة ومن أجرها العظيم أن الله عز وجل أنزل فيها أعظم الكتب وأشرف الكتب، إنه كلامه القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هي المعجزة الخالدة، جعل الله أول نزول لها إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. شوفوا الفضل: تنزل الملائكة والروح فيها. شنو الملائكة؟ شنو الروح؟ الروح هو جبريل عليه السلام، أمين الوحي، سيد الملائكة، ينزل إلى الدنيا إلى الأرض في تلك الليلة. يا الله ما أشرفها من ليلة. تعرف عدد الملائكة الذين ينزلون إلى الأرض كم؟ جاء في بعض الأحاديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عدد الملائكة التي تتنزل في هذه الليلة كعدد الحصى في الأرض. تخيل كم عدد الحصى في الأرض، كم رقم فلكي، رقم لا يمكننا أن نتصوره. فالجبال تبنى من الحصى، وهناك حصى تحت البحار، وهناك حصى في الصحاري، حصى يمتلئ في الأرض كلها. عدد الحصى هو عدد الملائكة التي تنزل إلى السماء إلى الأرض. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ليلة مسلمة، ليلة لا شر فيها، ليلة يقدر الله فيها الخير والسلام والرحمة لهذه الأمة ولكل العباد. تخيل يا عبد الله أن في ليلة القدر أناس يعتقهم الله عز وجل من النار، أناس يسلمهم الله من الشر، أناس يقبلهم الله عز وجل عنده. سلام. تعرف إلى متى؟ من الغروب إلى الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ولهذا نوصي بعض الناس الذين في ليلة القدر يصلون قيام الليل 2 ساعة، نقول لهم: الليلة بدأت من المغرب وما انتهت حتى الفجر، أحيانا تكون 12 ساعة. هل اكتفيت بصلاة 2 ساعة ثم تركت 10 ساعات كلها؟ أين الدعاء؟ أين الاستغفار؟ أين الأذكار؟ أين التسبيح؟ أين التحميد؟ أين الطاعة في هذه الليلة؟ خير من 1000 شهر. اكتفيت فيها بصلاة 2 ساعة، بخلت على نفسك يا عبد الله. ليلة ب1000 شهر. ألا يحق لنا أن نقضيها كلها لله عز وجل؟ الله وعد أن من بداية الليل إلى الفجر هي سلام، هي خير، هي مسلمة من الأذى حتى مطلع الفجر. وفي آية سورة الدخان يقول الله عز وجل عن هذه الليلة أنها ليلة فيها البركة، فيها الخيرات. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ليلة القدر ليلة مباركة فيها البركات، فيها الرحمات، فيها الخيرات تتنزل على الأرض. وبعض الناس أمام التلفزيون، وبعض الناس نايم طول الليل، بعض الناس في الملاعب، بعض الناس في المقاهي في الشيشة، بعض الناس ليلة القدر أفلام ومسلسلات. حسافة والله، حسافة أن تقضى ليلة القدر في هذه الأمور التي تضيع حياتنا وضيعت عباداتنا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة
إنا كنا منذرين فيها، أي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. في ليلة القدر يقدر الله عز وجل كل أمر حكيم للسنة كلها. تخيل يا عبد الله، تخيل كل مقادير السنة الله عز وجل يقدرها ويعيد تقديرها مرة أخرى، ويؤكد تقديرها لشرف هذه الليلة. في تلك الليلة يقسم الله عز وجل الأرزاق ويقدر المقادير ويكتب الآجال ويثبتها الله عز وجل في ليلة تسمى من شرفها ليلة القدر. ما أحلاها وما أجملها، إنها ليلة القدر. تسأل عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: ماذا أقول إذا علمت أنها ليلة القدر؟ شسوي؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ادعو الله طوال الليل، الدعاء له شرف في هذه الليلة. تلك الليلة قال بعض العلماء كما جاءت فيها الروايات أنها لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس في صبيحتها لا أشعة حولها، تختلف طلوعها لأن السماء امتلأت بالملائكة. طلوع الشمس يختلف في صبيحة ليلة القدر عن غيرها من الأيام، بل هي ليلة فيها الطمأنينة، فيها الانشراح، فيها التلذذ بالعبادة، فيها المؤمن يحس فيه بإقبال على ربه عز وجل وقبول له. ليلة شريفة عظيمة، هي خير الليالي في العام، ليس في العام ليلة أشرف منها، إنها ليلة القدر، فأكرم بها من ليلة. ليلة البكائين، ليلة القائمين، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب القلوب. من أحب الأعمال عند الله عز وجل وأفضلها وأكثرها تقربا إلى الله الصوم. يدع الإنسان طعامه وشرابه وشهوته من أجل من؟ من أجل ربه عز وجل. الطعام والشراب والشهوة غريزة، حاجة إنسانية، فطرة في البشر، أن يدع الإنسان هذه الحاجة ويترك تلك الغريزة ويعارض هواه وحاجته من أجل من؟ من أجل خالقه جل وعلا، فإن هذا من أعظم الأجر عند الله جل وعلا، من أعظم الفضائل التي يتقرب فيها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. كل الأعمال تختلف عن الصوم، الصوم شيء والأعمال الثانية شيء آخر. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. الله عز وجل يقول الصوم لله جل وعلا وحده، فإنه لي وأنا أجزي به. سر بين العبد وبين خالقه أن يصوم لله عز وجل. الصوم ترك، الأعمال الثانية فعل، أما الصوم فإنه إمساك وترك، أن يترك الإنسان الطعام والشراب والشهوة والجماع واللذة، كلها لأجل من؟ لأجل الله عز وجل. جميل جدا أن الإنسان يكون جائعا والطعام معه والغرفة خالية، ليس في الغرفة أحد سواه، يستطيع أن يأكل فلا يراه أحد ولا ينظر إليه أحد، لكن لإخلاصه فإنه لا يأكل ولا يشرب. إلا الصوم فإنه لي، لأن الإنسان لا يفعله إلا مخلصا لله عز وجل. ولهذا الإمام أحمد يقول أفضل أنواع التطوع الصوم. يقول الله جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أفضل شيء أن يدع الإنسان حاجياته في الدنيا لأجل الله عز وجل. ولهذا يقول في الحديث الآخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الصوم كل عمل ابن آدم له الحسنة ب10 أمثالها
إلى 700 ضعف إلا الصوم، أي لا عد للصوم، لا حساب للصوم، لا نهاية لأجر الصوم، فضيلة. وأي فضيلة؟ للصائم فرحتان، ليست فرحة واحدة. فرحة إذا أفطر، حين يفطر الإنسان يفرح بصومه. شوف الواحد لما يأتي حين أذان المغرب عند الغروب فيأكل التمرات أو يحسو حسوات من ماء، يأكل وجبة الإفطار، يحس بفرحة ونشوة وسعادة إذا أفطر. وكذلك يوم العيد يفرح الناس لأنهم صاموا شهرا كاملا. هذا إذا أفطر الفرحة الأولى. أما الفرحة الثانية إذا لقي ربه فرح بصومه. كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما فعلتم في هذه الدنيا، تركتم لذة الحياة من أجل لقاء الله عز وجل. للجنة أبواب، فيها 8 أبواب، باب منها اسمه باب الريان. هذا الباب لا يدخله أحد من الناس إلا الصائمون، فإذا دخلوا من هذا الباب أغلق فلم يدخل أحد بعدهم. صيام الفريضة رمضان، أما غير الفريضة فأنواع كثر، منها صيام 6 أيام بعد رمضان. صيام شوال، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال أوله، إلا طبعا أول يوم في العيد، أوله آخره أوسطه مفرقا مجمعا، 6 أيام من شوال، كان كصيام الدهر، كأنه صام السنة كلها. من الصيام الذي له فضل عظيم عند الله صيام يوم عرفة، 9 من ذي الحجة. 10 الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا. 9 الأول يستحب صومها وأفضلها، وآكدها صيام يوم عرفة 9، أفضل يوم في السنة. من صام يوم عرفة فيكفر عنه 2 سنة ماضية وسنة مقبلة، تكفر عنه بصيام يوم. لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، 10 من محرم، قلنا 9 من ذي الحجة عرفة، وال10 من محرم يسمى عاشوراء، وجدهم يصومونه. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأل عن هذا اليوم، ليش يصومونه اليهود؟ قالوا: ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال النبي: نحن أحق بموسى من اليهود، نحن أحق منهم بصوم هذا اليوم. فصامه وأمر الناس بصيامه، كان واجبا فصار مستحبا بعد فرض رمضان، فصام الناس عاشوراء. قال عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية. يوم عرفة 2، يوم عاشوراء سنة كاملة من الذنوب الصغائر والخطايا الكثيرة التي ملأت صحائفنا، تكفرها ويكفرها صوم يوم. ما أعظم هذا الدين وما أجمل هذه العبادات. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، آخر سنة، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يعني ما أصوم فقط عاشوراء، أصوم 9 من محرم حتى يخالف اليهود، لكنه ما بقي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أنواع الصيام المستحبة في السنة أن يصوم الإنسان شهر المحرم أكثر أيامه. أفضل الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يعني شهر محرم أول يوم في السنة الهجرية، هذا أفضل الشهور في إكثار الصيام فيه، صيام التطوع لله عز وجل. ابن عمر قبل أن يموت قال: والله ما آسى على الدنيا كما آسى على صيام أيام الهواجر، أيام الصيف الحارة، لا آسى على الدنيا كما آسى على هذا. بل أحد الصحابة عامر بن قيس أحد التابعين بكى قبل الموت، قالوا: ما يبكيك؟ قال: أبكي على ظمأ الهواجر، صيام الأيام الحارة، وعلى مكابدة الليل. يستحب صيام الأشهر الحرم، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب، هذه الأشهر تصام. يستحب صيام شعبان، الشهر الذي يسبق رمضان. يستحب صيام الاثنين والخميس، لما سئل النبي عن كثرة صيامه لهما قال: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة: أكثر من الصوم فإنه من أعظم الأعمال وأحبها عند الله عز وجل.
باب القلوب له افتحوا. من أجمل العبادات وأجلها عند الله عز وجل وأفضلها في الموازين الصيام. والله جل وعلا يقول: وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. مسافة وهو كبيرة بينه وبين النار تحجزه، وهذه المسافة كما بين السماء والأرض بيوم في سبيل الله عز وجل. كما ذكرنا لكم أن من أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، نصف الدهر نصف العمر صامه لله جل وعلا، لأنه يعلم أجر الصيام. لما قال الله لداود: وآل داود اعملوا آل داود شكرا، أخذ بالقيام والصيام. وكان بعض الصالحين من الصحابة وغيرهم يصومون يوما ويفطرون يوما، وقال النبي: أفضل الصيام صيام داود. وكانت عائشة رضي الله عنها تكثر من الصوم، بل تسرد الصوم سردا. وهكذا فعل الإمام الفقيه إبراهيم النخعي فقيه العراق، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وما أحلى صيامهم، كان الواحد منهم يصوم ولا يعلم به أهل بيته، يخرج للعمل من الصباح الباكر، يأخذ طعامه يظنه أهله يتغدى به، وهم لا يدرون أنه يأخذ الطعام ليفطر به فهو صائم. أهل بيته لا يعلمون عن صيامه، إنهم السائحون، كما جاء في أحد التفاسير أنهم الصائمون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. قال بعض أهل التفسير عن السائحين أنهم الصائمون الذين صاموا لله جل وعلا. كم بكى الصالحون، كم بكى الصالحون قبل موتهم على أنهم فقدوا هذه اللذة. أي لذة؟ صيام في يوم صائف حار طويل النهار يصومونه لله عز وجل، شدة جوع وشدة عطش. ما الذي يمنعهم؟ الصيام تطوع. ما الذي يجبرهم؟ ليس الأمر بفرض. ما الذي يمنعهم أن يأكلوا أو يشربوا؟ إنه حب الله عز وجل. يترك أحدهم طعامه وشرابه وشهوته من أجل أي فضل هذا وأي حب ذاك؟ عندما يترك الإنسان لذته ومتعته في هذه الدنيا من أجل من؟ من أجل خالقه جل وعلا. والجزاء من جنس العمل. يأتي يوم القيامة يقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لما علم بعض الصالحين أنه من مات وهو صائم وجبت له الجنة، كانوا يكثرون من الصوم يرجون أن يقبضهم الله عز وجل وهم صائمين. يوم من الأيام أحد الشباب كان ينتظر بعد صلاة العصر، ينتظر الإفطار. أهله عند الإفطار سألوا عنه: وين فلان؟ في غرفته. اذهب يا فلان اطرق عليه الباب ليأتي، سيحين وقت الفطور الآن. فذهب أخوه يطرق عليه الباب والباب مغلق، فرجع فقال: يا أمي، أخي لا يرد علي. ذهبوا إليه وكان مصليا، كان ذاكرا لله، كان عابدا لله عز وجل، وكان صائما. فلما ذهبوا إليه وفتحوا الباب عنوة وجدوه قد قبضه الله عز وجل وهو صائم. ومن مات وهو صائم وجبت له الجنة. كان قد وضع اللابتوب الكمبيوتر على رجليه، كان يستخدم الكمبيوتر في وقت العصر وهو صائم. فتحوا كمبيوتره لينظروا ما الذي ختم الله عز وجل له به، فإذا به
كان ينظر إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، برنامج صورناه قبل زمن وأخذ يتابعه ويعيش مع الحبيب، وقبضه الله عز وجل وهو صائم. إحدى الصالحات، إحدى العابدات، قبل وفاتها قالوا لها اشربي ماء، قالت لا، أنا 30 سنة أنتظر هذه اللحظة، وقبضها الله وهي صائمة. جاء في الأثر أن الرجل إذا كان في الجنة على نهر من أنهارها، وأنهار الجنة أنهار من ماء ولبن وعسل وخمر لذة للشاربين، ما أحلاها من أنهار، وما أجمله من مجلس، وما أغلاها من لحظات. يجلس الرجل عنده حريته، لا هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، بل حتى العبادة لا يكلف بها. يجلس على أنهار الجنان، حتى النوم لا ينامه المنعم في تلك الجنان. يجلس مع الحورية يستمتع معها، والحورية الواحدة نصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه الحورية لو اطلعت على الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض. جلس عندها مستمتعا معها، فقالت له تلك الحورية، قالت له أتعرف يا فلان متى زوجني الله إياك؟ تعرف متى صرت من نصيبي وصرت من نصيبك؟ قال لا، وما يدريني؟ قالت إن الله عز وجل نظر إليك في يوم صائف، في يوم من أيام الصيف الحارة، طويل نهاره، يوم نهار طويل وحره شديد، وكنت فيه صائما، صايم حر والنهار طويل متطوعا لله عز وجل. يقول نظر الله إليك فرحمك وكتب لك الجنة وزوجني إياك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ القضية ليست صيام رمضان فقط، بل القضية من عود نفسه على الصيام. من منا يجمع أهله على 3 أيام البيض كل شهر، 13 14 15، يجمع أولاده وأهله في كل شهر عربي يصوم معهم. وصيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. من منا يفعلها؟ من منا يحرص على الاثنين والخميس؟ من منا يصوم الأيام الفضيلة؟ من منا يضاعف صومه بأن يفطر صائما؟ ومن فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ولهذا كان من دعاء النبي لمن أكل عنده قال أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. كان النبي يدعو لهم بهذا الدعاء أن يفطر عندهم الصائمون، لأنها من أعظم الأجور أن تجمع الفقراء وغير الفقراء والصائمين فيفطروا من طعامك فتحوز على الأجر العظيم. صيام التطوع من أعظم الأعمال وأفضلها عند الخالق جل وعلا.